بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الرواني بطريقه سهله وبسيطه. تابعوني كده وشوفوا معايا الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبكم. هحتاج معايا 3 بيضات وباكو من البودر وباكو من الفانيليا، هحط 2 معايا، كمان نص كوبايه من السكر، كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره من الخل ورشه من الملح. هحتاج معايا كمان كوبايتين كده من الزبادي ومعلقتين زبده او سمنه كبار. تابعوني وشوفوا معايا الفيديو للاخر ان شاء الله الوصفه تعجبكم. هحتاج معايا كمان الشربات ليها، عباره عن كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الميه، وعصير ليمون برفعهم على النار، وبعد ما يستوي بطفي عليه واسيبه يبرد. هحتاج معايا كمان جوز هند للتقديم على الوش. تابعوني كده وشوفوا معايا الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبكم. قبل ما نبتدي في وصفتنا النهارده، لو اول مره بتشوفونا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. فعلوا كده الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وكومنت حلو منكم. لو في عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتات وهنرد عليكم. اكتبوا لنا كمان بتتابعونا من انهي بلد، وايه رايكم في وصفتنا النهارده، وايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. البوله معايا هنا، وهجهز كده مكوناتي زي ما قلت لكم، هقول لكم عليها تاني. 3 بيضات، 2 باكو من الفانيليا، باكو من البودر، رشه من الملح، معلقه كبيره من الخل، نص كوبايه من السكر، مش هنكتر سكر لان هعمل لها شربات، وهحتاج معايا جوز هند للتقديم. هضيف كمان هنا معلقتين كبار من الزبده وعلبتين من الزبادي ومعلقه من الخل. هحط كده في البوله البيض وانزل عليه بباقي المكونات. ضفت كده معلقه كبيره من الخل، ومعايا رشه من الملح، و2 باكو من الفانيليا. هحط كده نص كوبايه السكر وعلبتين الزبادي. معايا هنا معلقتين من الزبده كبار او السمنه، وهبتدي احط علبتين الزبادي، واخلط كل المكونات دي مع بعضها كويس لحد ما تديني قوام كريمي كده خفيف وهش ولونه فاتح، والسكر يدوب معايا كويس. هخلط كده المكونات كويس. بعد كده هضيف لها الدقيق. دي هنا هيبقى كوبايتين من الدقيق وعليهم باكو من البودر. هخلط كده المكونات كويس لحد ما الزبادي يدوب معايا والسكر وكل المكونات تختلط مع بعض. انا عايزه قوام كريمي كده خفيف وهش زي ما انتم شايفين بالمضرب اليدوي، مش محتاجين خلاط ومش محتاجين اي حاجه. هخلطهم مع بعض كويس. هضيف لهم كوبايتين من الدقيق وباكو من البودر.
هخلط الدقيق كده كويس. حطيت كده كوباية خلطتها، هنزل بالكوباية التانية وباكل باودر. ومعايا هنا صينية هجهزها، ادهنها زبدة او زيت وارشها بالدقيق. بشغل الفرن واظبطه على درجة حرارة 180. بعد ما الكيكة بتستوي معايا بطلعها اسقيها بالشربات اللي انا جهزته، كان عبارة عن كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من المية، وعصير ليمون على النار. ياخد غلوتين بطفي عليه اسيبه يبرد. بعد ما الكيكة تستوي بروح ساقيها بالشربات وهو بارد، واضيف لها جوز الهند وتتقدم معانا. هخلط كده الخليط ده كله كويس. حطيت كده الكيكة في الصينية، سويتها زي ما انتوا شايفين كده، ما هزهاش كتير عشان ما خرجش منها الهواء. برفع الصينية في الفرن لدرجة حرارة 180 في رف الوسطاني. بعد ما تستوي بسقيها بالشربات، ده الشربات عملته وهسيبه يبرد كده. بعد ما تطلع هسقيها بيه واروح ضايفه لها جوز هند ونقدمها مع بعض. خلصت كده وصفتنا النهارده، وان شاء الله الوصفه تعجبكم. عملت معاكم كيكه قرواني باسهل طريقه. تابعونا وتابعوا وصفاتنا. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكومنت حلو منكم. كيكه هشه وخفيفه معايا، شاربه شربات كده طريه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. خلصت كده وصفتنا النهارده.